عندي سؤال شغلني الفترة الأخيرة. كنت أفكر في مسألة الصدقة. هل تعتبر الصدقة علناً مخالفة للأجر؟ أم أن العبرة في النية؟ يعني لو شخص تبرع في العلن، هل يمكن أن يكون في ذلك إشكال؟ سؤال مهم. في الحقيقة، الموضوع معقد بعض الشيء. بداية، يجب أن نعرف أن الصدقة هي من أفضل الأعمال التي تقرب الإنسان إلى الله، سواء كانت في السر أو العلن. لكن الاختلاف يكون في النية. أجل، النية. لكن هل يكون هناك فرق بين التصدق علناً والتصدق خفياً؟ هل يعتبر ذلك أمراً مؤثراً على الثواب؟ نعم، الله سبحانه وتعالى في القرآن يذكر أن العبرة في النية. في سورة المائدة يقول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. لكن هناك توجيه واضح في الإسلام يتعلق بالصدق في السر والعلانية. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. رواه البخاري. إذن الحديث يعزز أهمية التصدق في السر. لكن ماذا عن الناس الذين يتبرعون في العلن؟ هل يعني هذا أنهم لا يتلقون الأجر نفسه؟ ليس بالضرورة. في بعض الأحيان التصدق في العلن قد يكون له تأثير إيجابي، خاصة إذا كان يشجع الآخرين على التصدق أو يحفز المجتمع على المشاركة. مثلاً، عندما يراه الناس يتبرع في وقت الحاجة، قد يشعرون بالتحفيز للقيام بالشيء نفسه. كما أن بعض الناس يحتاجون إلى هذا الدعم المعنوي. لكن هل العلن قد يعرض الشخص إلى الرياء؟ أليس ذلك خطراً؟ أحياناً يبدو أن البعض يتفاخرون بصدقاتهم. نعم، الرياء هو الخطر الأكبر. الرياء يجعل العمل غير مقبول عند الله. في سورة النساء يقول الله تعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. وهذه آية تحذر من أن يكون الهدف من الصدقة هو إظهار النفس أو كسب إعجاب الناس. إذا كان الدافع هو التفاخر أو الحصول على مديح فلا أجر في ذلك. إذن المهم أن تكون النية خالصة لله، سواء كانت الصدقة علنية أم خفية. نعم، بالضبط. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الأعمال لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله تعالى. إذا كانت الصدقة علانية ولكن بنية صافية من أجل تحفيز الآخرين أو نشر ثقافة العطاء فلا بأس. أما إذا كانت لغرض الرياء أو كسب السمعة فذلك يفسد العمل.